كان في عندي شيء مميز، وهذا الشيء اللي أنا يعني اللي لصق في ذهني إنه يعني إحدى بنات العائلة قالت لي إنك أنت راح تكون قاضي. في البداية يعني أنا ما أخذت الموضوع هيك بجدية، يعني بعرفش ليش حكتها، مع إنها هي ما عندها يعني ثقافة قانونية تقول عالية أو ثقافة سياسية أو إنه يعني أو شيء الاجتماعي اللي هي تقدر تيجي تقول والله، بس هاي الكلمة طلعت منها ليش؟ عن جد ما بعرف، بس على ما يبدو إنه طريقة التصرف والسلوك في البدايات كانت يعني مختلفة نوعا ما. لكن مع الوقت بديت أشعر إنه يعني إنه أنا دائما كنت أشعر إحنا كمجتمع وين؟ إحنا كمجتمع يعني الشعور بالمجموع، الشعور بمفهوم الإحنا، مش الشعور من مفهوم الأنا. صح. كان هذا متأصل عندي، وبديت أشوفه في كثير محطات من محطات حياتي. والحمد لله رب العالمين هذا الشعور يعني أنا يعني بعتقد إنه ربنا سبحانه وتعالى أكرمني فيه. صحيح. يعني مع أنك أنت يعني رحت فيزياء وكيمياء أولا في الدراسة. نعم في الدراسة أنا كنت تخصصي كان تخصص علمي، تخصص بيولوجيا وكيمياء، كانت الفكرة إنه يعني أتخصص علمي. ما بعرف ليش، تعرف العائلة بدها طبيب، يعني مفهوم إنه قانون ومحامي هذا مش مفهوم اللي هو كان يعني تقول يعني بيعطي إيش للعيلة. لا هو مفهوم كبير، بس ما كانت العيلة مفكرة في هيك صحيح. في هيك مسألة. يعني يمكن اللي تفضلت عنه التاريخ السياسي والعلاقة والاحتلال الفكري والتغريب الكذا، أكو أنه أبعد عن ذهن هاي الناس إنه أنتوا بيطلع لكم يكون قاضي ومحامي حتى في ظل دولة احتلال كبير. أنت تكون محامي يعني شيء كبير، شيء يعني زي تيجي اليوم تقول لواحد والله بدي اياك تكون تعرف شو في ناسا، يعني عالم في ناسا. شيء من كثر ما هو كبير كان خيالي بالنسبة للعيلة، خيالي يعني وضع مش سهل. لا مش سهل. ومسألة دراستي يعني طبعا أنا بعد ما خلصت الثانوية بديت أشتغل والشغل يعني تقريبا بديت أشتغل سنة، والشغل مشى معي. يعني كنت أشتغل في أعمال البناء، ومن جيل صغير كان عندي عمال. يعني كان عندي عمال. أنا كنت جيل يعني تقدر تقول 18 سنة 19 سنة كان عندي عمال، مشغل عمال. نعم.